السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري ووفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ جايلكم النهاردة بوصفة من وصفات اللفران الجميلة. لسه مكملين في سلسلة وصفات اللفران الحلوة اللي بتعجبكم. عملنا قبل كده وصفات حلوة جدا الأيام اللي فاتت، هحطلكم اللينكات بتاعتها كلها في صندوق الوصف اللي حابب يرجع لها. نيجي بقى النهاردة لوصفة النهاردة. وصفة النهاردة تحفة. هنعمل مع بعض نواعم اللفران، أو في بعض ناس بتسميها قشطة اللفران. سواء ده او ده، الاتنين واحد والنتيجة واحدة. بجد تحفة جدا يا جماعة. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا. من نص كيلو دقيق هتطلعي منه حوالي 36 قرصة. فيلا بينا ندخل بقى على الفيديو عشان نعرف الطريقة والمقادير. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابة اطلب منكم تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. معايا بولة كده هحط نص كوباية من الحليب الدافي، وكمان هحط 3 معالق كبار من السكر، ومعايا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وهنبدأ نخلط كده الخميرة مع السكر مع الحليب. وابدأي كده قلبي كويس لحد ما تدوبي ال3 معالق، لان يعني كمية السكر هنا مش قليلة، فحاولي ان انت تدوبيها تماما. بعد كده هنزل بعلبة من الزبادي، ولو مش عايزة تستخدمي زبادي فهتعوضيها بنص كوباية من الحليب، يعني هيبقى مجموع الحليب كوباية مش نص كوباية. تمام. بعد كده هروح جايه حاطه بقى معلقه من الخلطه اللي احنا كنا عاملينها قبل كده في قراقيش المستعجلين، لما كنا طحنين الكمون مع الشمر. وحمصناه على النار وطحناه، وكنا شايلينه في برطمان كده عشان نحفظه. خدت منه معلقه كبيره. تمام. بعد كده اخدت حوالي ربع معلقه من الملح، ومعايا كوبايه نصها زيت ونصها سمنه. لو حابه تستخدميها كلها سمنه مفيش مشكله، لكن ما احبش يعني ما حبس ان هي تكون كلها زيت، لان الزيت ممكن ينشف معايا القرص دي شويه. هنبدا بقى دلوقتي نخلط كل المكونات مع بعضها كويس جدا لحد ما يمتزجوا مع بعض. بعد كده هنبدا في اضافه الدقيق. انا معايا هنا الدقيق 4 كوبايات من الدقيق، يعني حوالي نص كيلو من الدقيق. بدأت كده أضيفهم بالتدريج واحدة واحدة لحد ما يبدأ معايا أشوف العجينة هل هي محتاجة دقيق تاني ولا لأ. بدأت الأول أقلب بالمعلقة قبل ما أدخل إيدي وأبدأ أعجن بإيدي. لقيت إن لسه العجينة معايا طرية، فرحت جاية حطلها بقية الدقيق اللي معايا. تمام كده، شايفين اهو بتحطي الدقيق بتاعك بالتدريج. المهم ان هي خدت معايا في الاخر 4 كوبايات من الدقيق. والدقيق يا جماعة راعوا ان انتوا ما تخلوهوش كله يتحط كله يعني دفعة واحدة. نوع الدقيق اللي استخدمته هو دقيق جميع الاغراض. ده بصوا بقى العجينة عاملة ازاي. العجينة ما فيهاش عرق تماما، وهو ده اللي مطلوب. انا مش عايزة العجينة بتاعتي تبقى فيها عرق خالص. بعد كده هنسيبها تريح لمدة حوالي ربع ساعة، وهنبدأ بعد كده ايه نشتغل فيها. طبعا انا بقول تريح مش تخمر، لان العجاين دي مش يعني ايه، انا عايزة اشتغل فيها كده على طول، مش عايزاها تخمر معايا في المرحلة الاولانية. هنبدأ بقى دلوقتي نقطع العجينة زي ما انتوا شايفينها كده. انا خدتها فردتها على الرخامة وبدأت اقطع منها شرايط، وكل شريط بقيت اقطعه على قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. طب عايزه اقول لكم على حاجه، انتوا شايفين العجينه كانت في ايه وبقت في ايه؟ يعني شايفين العجينه خشنه ازاي؟ لما بتبداي بقى تدلكيها في ايدك كده وتبداي تكوريها بترجع ملمسها ناعم تماما. كل ده بفضل التريحه اللي انت ريحتها لها الربع ساعه اللي انت عملتيها دي. تمام. عشان كده بقولك احنا عايزين نريحها بس مش محتاجين ان احنا نخمرها. مرحله التخمير هتيجي بعدين. احنا خلاص كده كورنا الكور بتاعتنا. هنبدأ بقى نسيبها تستريح لمدة حوالي برضو ربع ساعة. وبعد كده طبعا انا غطيتها بكيس بلاستيك وسيبها بقى تستريح لمدة ربع ساعة على الرخامة كده. وبعد كده بعد مرور الربع ساعة هنبدأ على طول في مرحلة التشكيل بتاعتها. هي ما فيهاش تشكيل ولا حاجة، هي بس انت بتاخدي كل كورة وتروحي جاية مبططاها تبطيطة بسيطة جدا. انا مش عايزاها تكون رقيقة، انا عايزاها تكون سميكة زي ما انتم شايفين عشان تطلع معايا ايه، تبقى ملحمة كده وحلو اهو. بصوا انا بضغط عليها بكف ايدي كده، بس هو ده اللي انا بعمله. انا ما بعملش حاجه تانية اكتر من كده، يعني مجرد ضغطه بسيطه عشان تتبطط حاجه بسيطه جدا وخلاص. مش بعمل حاجه اكتر من كده عشان مش عايزاها ترفع معايا. جبت معايا الصاج وبدات ارص فيه القرص بتاعتي. يستحسن ان الصاج بتاعك ما يكونش مدهون اي ماده دهنيه، لان القرص اصلا فيها ماده دهنيه بزياده، فمش محتاجه ان انا احط لها ماده دهنيه تاني. بوريكم برضو لو عايزة تبططيها بصوابعك كده بتبططيها، يعني حاجة بسيطة جدا جدا لا تذكر.
تمام هنخلص بقى الكمية كلها وهنبدأ بقى ندخلها الفرن. بس طبعا انا هدخل الصاج الاولاني اللي هو خمر معايا شوية، يعني لازم يخمر كمان ربع ساعة بعد التشكيل. دخله بقى على درجة حرارة 200. هنشغل من تحت الاول وبعد كده هنشغل الشواية تاخد لون من فوق ذهبي زي ما انتم شايفين. وخلي بالك انها بتاخدش وقت خالص في الفرن، يعني سريع سريع بتخلص معاكي. بصوا شايفين بقى هي طرية ازاي وحلوة ازاي. اول ما تطلعيها من الفرن غطيها برضو بفوطه نظيفه كده وسيبيها بقى شويه، وابداي كلي منها هتلاقيها طريه كده وجميله جدا زي بتاعه الفران بالظبط، واوفر كتير جدا. وشايفين اللهم بارك نص كيلو زي ما قلت لكم طلع معايا حوالي 36 قرصه. بس كده يا حبايبي، لو عجبكم الفيديو النهارده اوعوا تنسوني في لايك وشير واشتراك للقناه، واوعوا تنسوا تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد فيديوهات.